بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ في الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل متابعة للصفحة، عشان الناس بتستخسر فينا اللايك وبتستخسر فينا المتابعة في الصفحة، مع انه هو مش هيغرم حاجة ولا هيتكلف حاجة ولا الموضوع ده هيكلفه حاجة ولا هيدفع فلوس ولا هيتعب ولا اي حاجة، بس هو هيتعب ان هو يعمل لايك وهيتعب ان هو يعمل متابعة. ما تعمل لايك يا عم وتعمل متابعة عشان تعرف تستفاد من الصفحة وتقدر تستفاد منها. خد المعلومة وامشي، خد المعلومة اعرفها وما تبخلش علينا باللايك. طالما انت بتاخد معلومة وبتعرف تاخد فكرة، ما تبخلش علينا بقى باللايك وبالمتابعة للصفحة. انت مش هتدفع فلوس يعني، امال لو هتدفع فلوس بقى على اللايك والمتابعة كنت عملت ايه؟ لما ما فيش فلوس، لما ما بتدفعش فلوس على المتابعة وما بتدفعش فلوس على اللايك وما بتعملش الكلام ده، امال هي لو بفلوس بقى كنت هتعمل فينا ايه؟ هتقطعنا؟ ما علينا. اصلا الواحد يعني انا بديك معلومه، يبقى انت ما تبخلش عليا بلايك ومتابعه. فيد واستفيد، يعني زي ما انت بتستفاد بمعلومه فيدني ان انت مثلا يعني الصفحه تعلى توصل لاكبر عدد، الكلام ده كله. ورزقنا ورزقكم على الله. كلام عن البريزه الورق، كلام النهارده عن البريزه الورق وسعرها. هنتكلم عليها الاول اهي، شوف شكلها اهي. دي ال10 قروش جمهوريه مصر العربيه. اهو نيجي نصور فيديو تلاقي الزباله، تلاقي بتاع العيش، تلاقي بتاع الملوخيه، تلاقي بتاع البطيخ، تيجي تصور تلاقيهم واقفين لك تحت في الشارع، ما تفهمش فيه ايه. اهو شوف يا عم شكلها الاول. ادي الايه ال10 قروش جمهوريه مصر العربيه اهي. ادي شكلها وادي الظهر بتاعها اهي. ادي الظهر بتاعها. طبعا الحاله اللي قدامك دي حاله زيرو. يعني ايه زيرو؟ يعني ما اتلمستش، يعني انصر ما اتلمستش، محدش لمسها اهي. سامع خروشتها اهي يا باشا. طول ما الورقه بتخروش كده قدامك يبقى زيرو، وطبعا كل الناس عارفه الكلام ده. طول ما الورقه بتخروش كده تبقى انصر وزيرو. طيب نتكلم بقى على السعر، عشان في ناس مفكره ان ال10 قروش دي سعرها ملايين ولا سعرها كلام اللي احنا بنسمعه ده. دي سعرها كام يا باشا؟ دي سعرها يا معلم 5 جنيه. سعرها 5 جنيه. 5 جنيه تتباع في كل الأسواق وأماكن بيع العمولات ب5 جنيه الورقة. الورقة الواحدة ب5 جنيه. الورقة الواحدة ب5 جنيه. دي ب5 جنيه. دي ب5 جنيه. ليه؟ عشان مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. عشان مكتوب عليها جمهورية مصر العربية. ولو هتشتري باكو على بعضه بيحسب لك الورقة ب3 جنيه وب4 جنيه. لو باكو على بعضه الورقة بتتحسب ب3 جنيه أو ب4 جنيه. إنما هتشتري بالواحدة يبقى الواحدة ب5 جنيه. الورقة ب5 جنيه. خلاص. الناس بقى اللي بتقعد تقول لك البريزة دي معايا ومن سنة 40 ومش من سنة 40 والكلام ده كله، لا ده القانون يا باشا اهو اللي هو صدر سنة 40. ده القانون بتاع العمولات اللي هو صدر سنة 40. لو جينا هنا ركزنا اهي القانون بتاع سنة اهو. ده اهو قانون اهو يا باشا. ده القانون بتاع الورقة اللي هو صدر سنة 40. صدرت بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1940. سنة 1940 دي ده القانون بتاع الورقة. ده القانون بتاع إصدار العمولات. أما الورقة دي انطبعت في الثمانينات والتسعينات. الورقة دي طبعت سنة 80 وسنة 90. الطباعة بتاعت الورقة سنة 80 وسنة 90. أما سنة 40 ده سنة إصدار القانون.
سنة إصدار القانون. يبقى الورقة دي قلنا سعرها 5 جنيه، سعرها 5 جنيه. الغالي بقى اللي هي مكتوب عليها هنا الدولة المصرية، مكتوب هنا الدولة المصرية بدل جمهورية مصر العربية، بتلاقي مكتوب عليها الدولة المصرية، الدولة المصرية، وهنا صورة العلامة المائية بتاعتها الملك فاروق. دي اللي غالية وسعرها غالي، وطبعا دي مش هتلاقيها، طبعا دي مش هتلاقيها، لأن اللي معاه منها محتفظ بيها ومش هيبيعها. ده واحد محتفظ بالحاجة دي فمش هيبيعها. الغالية اللي هي الدولة المصرية. أما جمهورية مصر العربية دي سعرها 5 جنيه، ما بتزيدش عن 5 جنيه ولا تقل عن 5 جنيه، ده في حالة الأنصر. أما لو حالة أقل بقى، لو ورقة حالتها أقل ما هيش أنصر زي دي، مش هتعمل حاجة، مش هتعمل فلوس، فيبقى ملهاش لازمة. الورقة الزيرو اهي قدامك اهي ب5 جنيه، الورقة الزيرو دي ب5 جنيه. لايك ومتابعة للصفحة، واستنونا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.